بيبدأ الفيلم مع بنت اسمها ليزا بترمي نفسها على الطريق وبتحاول إن هي تنتحر، والعربية بتقرب عليها جدا، ولكن ليزا بتقوم في الوقت ده ومش بيهون عليها نفسها، وبيقف جنبها سواق العربية وبيسألها لو محتاجة حاجة، واللي بنعرف إن اسمه آدم، وبيعرض عليها المساعدة، ولكن ليزا بترفض فبيسيبها وبيمشي، وبيحس إن هي فعلا محتاجة للمساعدة فبيقف لها تاني، وليزا في الوقت ده بتقرر إن هي تركب معاه، وبيتكلم معاها كتير وبيعرفها على نفسه، بس بيكون واضح على ليزا إنها مش حابة إن هي تتكلم معاه، وبيسألها وبيقول لها عندك أطفال؟ وليزا بترد عليه وبتقول له بنت والنهارده عيد ميلادها، وبتقول له كانت هتكمل النهارده 9 سنين ولكنها ماتت. في الوقت ده آدم بيشغل الراديو بتاع العربية، وبنعرف من خلال الراديو إن في جريمتين قتل حصلوا، وبيقولوا في الراديو إن المشتبه فيه هو راجل أبيض وشعره قصير وعنده وشم على إيده اليمين وسايق عربية بني، وبنعرف إن دي مواصفات آدم. وآدم في الوقت ده بيطفي الراديو بسرعة، وليزا بتاخد بالها، وآدم بيدوس فرامل مرة واحدة علشان ليزا دماغها تتخبط، وليزا فجأة بتصحى بتلاقي نفسها في مكان غريب، وبتكون محبوسة في مكان ومش عارفة ان هي تخرج، وبتكون فاكرة ان آدم هو اللي عمل فيها كده، وبتخبط جامد في حيطان المكان علشان تخرج، وبنلاحظ ان في ساعة في ايدها كبيرة منورة، وفجأة بتلاقي ان في باب على شكل دايرة اتفتح، وبتدخل من الباب ده، واللي بيكون واضح انه ممر ضيق جدا، والباب اللي بتدخل منه ده فجأة بيقفل تاني، وبيظهر على الساعة اللي في ايدها عد تنازلي، وبيكون فاضل 10 دقايق و54 ثانية، وبنعرف ان مطلوب منها تخرج من الممر ده قبل ما الوقت يخلص، ولو ما لحقتش تخرج من الممر ده المكان كله هينفجر وهي جوه. وبيظهر في اخر الممر ان في باب تاني جديد على شكل دايره، وفجأة بيظهر باب تاني وبيقفل عليها الممر علشان ما توصلش، وبتلاقي فتحة جانبية في الممر فبتدخل فيها، بس المرة دي الممر بيكون ضيق جدا، وبيظهر ممر جديد وبتدخل في الممر ده، وبيظهر ممر تاني بس بيكون شكله مختلف عن التانيين، وفجأة الممر المضيء ده السقف بتاعه بيكون هيقفل عليها، بس بتلحق نفسها وبتنط من الممر ده في ممر تاني، وبيظهر على الساعة ان باقي 5 دقايق و17 ثانية، وبيظهر في اخر الممر ان في جثة واحد ميت، وليزا بتقرب عنده وبتلاحظ ان ريحته وحشة جدا، وبتكون مش مستحملة الريحة وهي معدية علشان جسمه بيكون بيتحلل، وبنعرف ان الراجل ده كان مكان ليزا، ولما العد التنازلي بتاعه خلص اتحرق ومات، وبيظهر على الساعة عند ليزا باقي دقيقتين و20 ثانية، وبتتحرك ليزا قبل ما الوقت يخلص، وفي الممر اللي بتدخل فيه بيظهر باب بيقفل قدامها، وبيظهر عندها في العد التنازلي باقي 55 ثانية ولازم تطلع قبل ما المكان يتحرق، بس فجأة بيظهر باب جانبي في الممر، وليزا بتجري عليه بسرعة وبتدخل في قلب الباب ده، وأول ما بتدخل بيظهر إزاز ما بينها وما بين الممر اللي خرجت منه، والممر اللي جوه كله بيتحرق وهي بتكون معزولة عنه، وفجأة الإزاز اللي كان مقفول بيفتح، والباب الجانبي اللي كانت فيه بيرجع تاني للممر، وبتكون بتعيط وبتصرخ ومش مستحملة اللي بيحصل لها، وبيظهر على التايم باقي 10 دقايق و57 ثانية، وبرضه لازم تخرج من الممر قبل ما العد التنازلي يخلص، وبتسحب على ظهرها في الممر الجديد وبيكون ضيق، وأثناء ما بتسحب على ظهرها ايدها بتنزل في المية، وبتبدأ تشرب من المية دي لأنها بتكون عطشانة جدا، وبيظهر على التايم إن باقي دقيقة 41 ثانية، وفجأة بترمي نفسها في المية وما بتكونش عارفة تخرج نهائي منه تاني، حتى الباب اللي بتنزل منه بيتقفل لحد ما بيظهر لها باب جديد وبتخرج منه، بس أول ما بتخرج الممر ده بينزل منه مية كتيرة جدا، وبيكون بينها وبين سقف الممر حتة صغيرة جدا إنها تاخد نفسها بالعافية، بس بتسحب في المية يمكن تلاقي حل، لحد ما بتلاقي فتحة جديدة وبتخرج منها، وبتمشي في الممر الجديد ده لحد ما بتتعب وبيغمى عليها وبتنام، وبتصحى مرة تانية على صوت واحد بيزعق، وما بتكونش عارفة مصدر الصوت ده جاي منين، وبتسحب في الممر علشان تشوف هتوصل للصوت ده ازاي، وفجأة بيفتح تحتها باب لممر لونه أخضر، واللي بنلاحظ إن المية بتكون بتغلي، وليزا بتحط قطعة قماشة في المية دي، وبتلاحظ إن المية دوبتها خالص من كتر السخونة، وبتحاول تعدي من فوق المية دي ببطء علشان ما تقعش فيها، وفجأة ركبتها بتطاح في المية فبتتحرق، وبتكون بتتألم جدا من اللي بيحصل لها، وبيكون في فتحة على شكل دايرة بتسمع صوت من خلالها فبتدخلها، وبتشوف الراجل اللي كان بيصرخ، بس بيكون هو محبوس جوا باب وهي جوا باب تاني خالص، ومش بيكونوا عارفين يوصلوا لبعض، وبتقول له احنا لازم نساعد بعض علشان نخرج من هنا، بس الراجل مرة يشتمها ومرة يتأسف لها من كمية الحاجات اللي شافها، بيكون اتجنن، وبيقول لها ان هم هيجوا هيقتلوها، وبتقول له هم مين دول، ما بيردش عليها، وبيكون باقي على التايم 56 ثانية فقط، والمكان بيكون هيتفجر تاني، وبرضه بيفتح باب جانبي زي المرة اللي فاتت، والباب اللي قدام ليزا وقدام الراجل بيفتحوا هما الاتنين في مرة واحدة، والاتنين بيجروا على اللي يلحق يستخبى في الباب الخارجي، وبتحصل خناقة بيناتهم على اللي يلحق، لحد ما بتلحق ليزا انها تدخل جوه الباب الخارجي،
وفجأة بينزل ازاز ما بينهم وبينزل على ايده فبيقطعها، وفجأة الطيم بيخلص والمكان بيتفجر، والراجل وقتها بيتحرق، وليزا بتعرف انه ادم، وكانت فاكرة ان ادم هو اللي بيعمل فيها كل ده. وفي فتحة على شكل دايرة في السقف بتفتح وبينزل منها روبوت بيقرب منها وبيخيط لها الجرح اللي في ركبتها، وبيطلع منه خرطوم بيوصل لبطن ليزا، والخرطوم ده بيقدر يخليها تفتكر ايه اللي حصل لها. وبتظهر لما كانت مع ادم في العربية، وقتها ادم خبطها بالسكينة وموتها، وكده بتعرف ايه اللي حصل معاها. وبعدين الروبوت بيسيبها وبيمشي، وبتدخل مرة تانية للممر وبتمسك ايد ادم المقطوعة وبتلاحظ عليها شفرة مكتوبة. وبيظهر فجأة في اخر الممر ان في مروحة جاية عليها تقطعها، بس بتلاقي فتحة في السقف بتطلع فيها وبتنجو. وبيظهر على التايم ان باقي 9 دقايق 27 ثانية، وبتسحب على بطنها وبتحاول ان هي تخرج، وبتسمع صوت بس مش عارفة مصدر الصوت جاي منين. وبتلاقي فجأة ان ادم نزل من الفتحة اللي وراها، وادم بيمشي ورا مصدر الصوت وما بيكونش بيشوف، وبتحاول ان هي تتحرك ببطء علشان ادم ما يسمعهاش، وبتسحب على بطنها بسرعة وادم بيكون بيجري وراها، وبتدخل في ممرات مختلفة علشان تهرب من ادم. ولما بتدخل في الممر ده بتلاقي ان في فتحتين على اليمين والشمال، وبتكون مترددة مش عارفة تدخل في انهي فتحة. وفي الاخر بتدخل في الفتحة الشمال وبتسمع صوت بنتها نينا لحد ما بتوصل لاخر الممر، وبتطلع تلاقي مكان مضيء، واول ما بتلمس الحيطة بتظهر لها كل ذكرياتها، وكل ذكرياتها بتكون بتتعرض قدامها على الحيطة. وفجأة بتظهر نينا بنتها قدامها وبتلعب بالكورة، وبيظهر قدامها بنتها لما نطت ورا الكورة علشان تجيبها وماتت. وبتشوف ادم على السقف بتاع المكان اللي هي فيه، وادم بيكون بيلحقها علشان يمسكها، وليزا بتحاول تهرب منه بكل الطرق. وبيظهر قدامها ممر ولكن بيكون فيه اسلاك شائكة، وبيظهر في التايم باقي 55 ثانية والمكان ينفجر، فبتحاول انها تخرج من الممر قبل ما التايم يخلص، وبتعدي من تحت السلوك الشائكة اللي بتقطع في جسمها، والمكان بينفجر، بس هي بتكون على باب بيفتح فجأة وبتنجو، وبتكون في ممر جديد مش عارفة تعمل ايه، وبتبدأ ترسم شفرة على الحيطة، والروبوت بيجيلها علشان يعمل لها اسعافات اولية، بس ليزا بتقوله انها مش عاوزة لانها بتكون عارفة ان هو بيسعفها علشان هي تكمل، وبتقوله ان هي محتاجة تموت، وبيخرج الابرة فعلا علشان يموتها، بس ليزا بتقوله استنى، والشفرة اللي كتبتها على الحيطة بتقول ممكن تكون دي الحل. وبتقرر ان هي هتمشي في الممرات شمال يمين يمين شمال شمال يمين، وبتطلب من الروبوت يعمل لها اسعافات اولية علشان تكمل، وبتدخل في باب الممر اللي بيظهر وراها وبتبدأ تزحف فيه، واثناء ما هي بتزحف بنلاحظ ان هي بترجع من الممرات اللي جت منها، بتعمل كده علشان توصل لنقطة البداية وتمشي على الشفرة، وبتكسر الساعة بتاعتها في المية اللي بتغلي، وبتشوف الشفرة بتاعتها بتلاقيها ان هي مختلفة عن شفرة ادم اللي كانت هتمشي عليها، والشفرة بتاعتها هي بتكون يمين يمين شمال يمين شمال 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 يمين، وبتوصل فعلا عند نقطة البداية وبتلاقي فتحتين يمين وشمال، وبتقرر ان هي هتدخل يمين زي الرسمة بتاعت الشفرة، وبتتحرك فعلا في الممر لحد ما بتوصل للاخر، وبتلاقي برضو فتحتين يمين وشمال، وبتدخل في الفتحة الشمال وبتخلصها وبتدخل في الفتحة اليمين، بس بيفتح باب على شكل دايرة وبيظهر فيه آدم، وبيطلع آدم وبيبدأ يجري وراها، والاتنين بيكونوا في ممر واحد ومش عارفة تروح منه فين، وبترمي الساعة بتاعتها في ممر من ضمن الممرات علشان طبعا آدم ما بيشوفش وبيمشي ورا الصوت، وفعلا بتقدر تتوهه وبتكون هي في ممر تاني، وبعدين بتدخل في مكان واللي بيكون غريب جدا، وبتلاحظ ان في كائنات بره على المكان اللي هي فيه، والكائن بيقرب منها وما بتكونش عارفة هو ايه ده، وبتخرج من الباب وبتلاقي آدم الجنب التاني، وبيظهر على التايم باقي 57 ثانية، وآدم أول ما بيسمع الصوت بيجري وراها وبيمسك رجلها، بس هي بتضربه علشان يسيبها، وبتمشي في الممر لحد ما بتوصل للباب الجانبي، وبيقفل الإزاز ما بينهم هما الاتنين، بس في الوقت ده المكان مش بينفجر، والباب الجانبي بيدخلها لآدم تاني، وبتقدر تهرب منه وترجع علشان تكمل رسمة الشفرة وتخرج، بس بتلاقي الكرة بتاع بنتها بتظهر قدامها، وفجأة بنتها نينا بتجيلها وبتقول لها ليه سبتيني يا أمي، وليزا بتعيط جدا من كلام بنتها، ونينا بتقول لها تعالي معايا، وبتقول لبنتها انت مش حقيقية وبتسيبها وبتمشي، بس نينا بتجيلها تاني وبتحضنها، وبنلاحظ ان ليزا كانت عايشة في الوهم وان بنتها مش موجودة جنبها، وبتمشي في الممر علشان تكمل رسمة الشفرة، وبيظهر قدامها باب بيقفل كل 4 ثواني ولازم تعدي بسرعة قبل ما الباب يقطع جسمها، وبتنجح ان هي تعدي وبتلاقي باب تاني بيقفل كل 3 ثواني، وبتقدر تعدي وبتلاقي باب تالت بيقفل كل ثانيتين 2، ولو عدت الباب ده هتقدر تخرج بره خالص، وبتعدي ولكن الباب بيقفل على رجلها وبيقطعها، وبتوصل عند الباب الاخير بتلاقي ازاز عليه ومش عارفه ان هي تخرج، وبيصعب عليها نفسها لانها عملت كل حاجه علشان تخرج، وبيظهر الصوابع اللي هي اللي بتعمل الاشتعال بتاع الانفجار، بس ما بيحصلش انفجار المره دي، وبيتفتح فجاه الباب وبتلاقي نفسها بتطير وبتخرج، وبنشوفها نايمه على صخور وجنبها انهار ميه،
وبتقوم وبتلاقي نفسها خرجت من كل الممرات، وفجأة بتظهر جنبها بنتها نينا وبتسأل بنتها وبتقول لها هو أنا مت؟ ونينا بتقول لها جسمك مات كذا مرة، وبتقول لها انت دلوقتي في امان ما تخافيش. بس انا هختصر لكم قصة الفيلم بشكل سريع. هي لما ركبت مع ادم في العربية، ادم موتها وهي بالفعل ماتت، وكل اللي هي شافته ده زي ما تقول بتتعذب بعد ما ماتت، ولكن بعد ما اخدت جزائها دخلت الجنة اللي هو المكان اللي هي فيه دلوقتي يعني. بس طبعا ما يتقارنش بالجنة بالنسبة للحقيقة، ولكن قصة الفيلم هي اللي بتقول كده. انما الجنة الحقيقية ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مفيش حد يقدر يتخيلها ابدا. ربنا يوعدنا جميعا بالجنة. يا ريت ما تنساش اللايك الجميل والاشتراك في القناة وتفعل الاشعارات على الكل علشان كل ما ننزل فيلم جديد يوصل لكم ان شاء الله. ويا ريت تقولوا لنا رأيكم بالنسبة للفيلم ده في التعليقات، والاهم من كل ده صلوا على النبي.